اهلا بيكم. يلا بينا نشوف another common misconception. بيتكلم عن حاجه هنا مهمه جدا، علشان كده انا قلت لا خليها في الفيديو اللي جاي. بيتكلم عن الفرق ما بين الفيريفيكيشن والفاليديشن، او الفيريفيكيشن والفاليديشن. بيقول لك من الحاجات اللي هي misconception about التستنج، ان التستنج بيفوكس على ايه؟ بيفوكس على الفيريفيكيشن اونلي، مش هتتسلكت. بيقول لك التستنج focus internally on verifying the test object. تمام. والكلام ده مش صح. زي ما التستنج بيفوكس على الفيريفاي الفيريفيكيشن، لا كمان قال لك ايه؟ while testing involve الفيريفيكيشن it's also، لو بصيت هنا it's also involve validation. طب ايه بقى verification و validation؟ انت حيرتنا معاك. بص بقى يا سيدي، باختصار كده عشان الموضوع ده بيلخبط ناس كتير. الفيريفيكيشن انا هعمل اللي انت طالبه مني بالنص، اللي انت كاتبه لي ومقدمه لي. يعني مثلا انا عايز دلوقتي اروح لحد اقول له نفذ لي عربيه، فهكتب له شويه حاجات في الورق، اعمل لي 1 2 3 4 5، فواخد ال 1 2 3 4 5 دول ينفذهم زي ما انا كاتبهم في الورق، ويطلع لي البرودكت فيريفاينج او معمول له فيريفيكيشن مطابق للي مكتوب. تمام، مطابق للي مكتوب في الورق. ده اسمه ايه؟ ده اسمه فيريفيكيشن. طيب ايه بقى الفاليديشن؟ الفاليديشن هل اللي انا نفذته ده، هل بقى اللي انا نفذته ده هيرضيك انت لما تيجي تستلمه مني؟ هل العربيه دي شكلها هيعجبك؟ هل لونها هيعجبك؟ هل هتبقى مريحه معاك في السواقه مثلا؟ فده اسمه الفاليديشن. طب تعال نقرا اللي هو كاتبه. قال لك الفيريفيكيشن checking whether the system meets specified requirements. السيستم بيعمل الريكويرمنتس المطلوبه ولا لا. also في الفاليديشن معناه ايه بقى؟ which mean it's checking whether the system meets the user and other stakeholders needs. ايه بقى الستيك هولدرز دولت؟ بيقول لك الفاليديشن ان انا اتاكد ان السوفت وير اللي انا عملته بيرضي الستيك هولدرز او اليوزرز، او بيتقابل مع متطلباتهم ولا لا. طب مين الستيك هولدرز؟ الستيك هولدرز هو الشخص مثلا اللي دفع فلوس وعمل انفستمنت في السوفت وير اللي انا عامله. الستيك هولدر او صاحب المصلحه اللي هو مين تاني؟ زي المدير، زي الفاينل يوزر. كل دول اصحاب مصلحه او منتفعين. خليني اقول لك ان الجزئيه دي بالذات مشهوره بسؤالين دايما بيتقالوا في الانترفيوهات. ان الفيريفيكيشن نقدر نقول ان we build the product right. الفيريفيكيشن لما يقول لك كده مثلا ايه، الكلام ده بيقول لي ايه او معناه ايه؟ we build the product we build the product right. تقوم قايل له على طول ده verification. ازاي انا بنيت البرودكت رايت؟ يعني انا بنيت اللي مكتوب في الورق. اما الفاليديشن وي بيلد ذا رايت برودكت، البرودكت اللي العميل راضي عنه، ان الستيك هولدر راضي عنه. تمام، ده اسمه الرايت برودكت. لما يقول لك دي بتعبر عن ايه او بتريليت لايه، فدي دايركتلي تبقى الفاليديشن. برضو دورت لك على النت حاجه تبسط لك الموضوع ده، عشان هو يعني غتت شويتين. لقيت صراحه، انا دورت كتير هنا ما لقيتش اجمل من المثال ده. القميص ده في الفيريفيكيشن، الحاجات المكتوبه على الورق، انا عايز القميص يكون ليه كمين، وعايز يكون لارج، وعايز يكون لونه ازرق، وعايز كمان ان الزراير بتاعته ما يكونش فيها حاجه ضايعه. ده اللي مكتوب على الورق. طب تعالى بقى لما اجي استلم منه القميص ده يا باشا، اول حاجه القميص هل هو فيت ولا مش فيت؟ مناسب ليه ولا لا؟ هل هو مريح لو سافرت بيه؟ هل لونه مماتش مع لون عينيا؟ هل انا اقدر ادفع ثمنه؟ يعني حته ادفع ثمنه دي بالذات ممكن كمان تماتش معاكم في حته تانية. لما تيجي تشتري حاجه اونلاين، انا شفت مثلا قميص على النت، اول ما شفته ايه ده جميل قوي، هو ده اللي انا عايزه، فدي الريكويرمنتس اللي انا نفسي فيها متوفره فيه. بس اول ما يجي لي بلاقي الكواليتي بتاعته رايحه في داهيه مثلا، او بلاقيه مثلا يعني الوانه بهتانه او كده. فده الفرق ما بين الفيريفيكيشن والفاليديشن. هنا الورقيات احنا عملنا زي ما انتوا عايزين بالظبط، وهنا هل هو هيرضيني بقى في الفاينل ريزلت ولا مش هيكون مرضي ليا بشكل كافي. ده الفرق ما بين الفيريفيكيشن والفاليديشن. يا رب تكون وضحت معاكم. طيب، هل التستنج بيكون دايناميك بس ولا دايناميك وستاتيك؟
برضو قال لك التستنج may be dynamic or static. طيب ايه دايناميك وايه ستاتيك؟ من الكلام كده او من معنى كلمه دايناميك، حاجه حركيه، حاجه فيها انبوت واوتبوت، تمام كده. يعني مثلا انا اشتريت لابتوب، اشتريت عربيه، فلو ركبت العربيه دي ودورتها، فانا كده عملت انبوت. دورت يعني مستني ان هي تتحرك، ان هي الانجن بتاعه يقوم، وبعد كده دوست بنزين مستني هي تمشي، تمام. فكده انا بتست هل العربيه بتدور بسرعه، بتلقط بسرعه، بطيئه، لما ادوس بنزين ها بتستجيب على طول ولا ما بتستجيبش. مثلا عندي لابتوب بدوس على الزرار، فانا عديته انبوت اللي هو دوست على الزرار مستني منه اوتبوت ان هو يفتح عشان اشوف البرفورمانس بتاعه، هياخد وقت مش هياخد وقت. فده اسمه دايناميك تيستنج. طب ايه الستاتيك تيستنج؟ لا، الستاتيك تيستنج ان انا عندي ريكويرمنتس بقراها. يعني اقرا الجزئيه دي وشوف لي هي فيها مشاكل ولا ما فيهاش مشاكل. زي مثلا لو انا شاري برضو عربيه وعايز اعمل لها ستاتيك تيستنج، اعمله ازاي؟ الف حول العربيه، اشوف لونها، اشوف التصميم بتاعها حلو ولا مش حلو، امسح ايدي مثلا كده، احس البويه بتاعتها خشنه ولا ناعمه، التابلو بتاعها ناعم ولا خشن. ده كله اسمه static testing، لان انا ما غيرتش حاجه، ما دخلتش input واستنيت output، هو static testing زي ما هو. تمام. تعال نقرا بقى اللي هو كاتبه كده. انا شرحت لك الخلاصه في الحته دي. dynamic testing involves the execution of software. ده اللي احنا قلنا الديناميك لازم ان احنا بندخل input وبنستنى output. هو الستاتيك تيستنج doesn't يعني ما فيهوش ان انا اعمل execution اللي هو الستاتيك تيستنج. الستاتيك تيستنج include review. يعني شوف بقى لما هو لما نيجي للجزء بتاع ريفيوز في شابتر 3، الكلام ده هيبقى واضح بشكل اكبر وبشكل اعمق ان شاء الله. ان الستاتيك تيستنج زي ان انا اعمل ريفيو لحاجه معينه، اقراها واشوفها. الستاتيك اناليسيس برضو من ضمن الحاجات اللي احنا هنتعرض ليها. دايناميك تيستنج uses different types of techniques، وهتشوف الكلام ده في شابتر 4، البلاك بوكس والوايت بوكس تكنيك والحاجات دي دايناميك تيستنج. بيقول لك هنا ايه دايناميك تيستنج uses different types of test techniques and test approach to drive the test cases. وده هنشوفه برضو في شابتر 4 لما نلاقي او لما نبص على ال different techniques في التستنج. بيقول لك هنا التستنج is not only a technical activity, it also need to be planned ومانجد واستيميتد ومونيتورد وكنترولد. يعني خلاصة السطر الأخير ده، واحنا هنشوفه في شابتر 5 ان شاء الله برضو بشكل اكثر تعمق، ان التستنج مش هو بس وان ايتم جوه الاس دي ال سي زي ما قلنا قبل كده. لا، ده هو عباره عن بروسيس متكامله، بنعمل لها بلاننج، وبنعمل لها مانجمنت، وبنعمل لها استيميشن، وبنعمل لها مونيتورنج، وبنعمل لها كنترول. لحد هنا كفايه في الفيديو ده. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.